هي اكتر حاجه فرقت معايا اني عرفت اكتب اهدافي. دي حاجه ما كنتش بعرف اقسم الهدف كبير لحاجات صغيره اقدر احققها. وتقريبا معايا اهداف مثلا بقالها 5 سنين، هي اهداف كبيره كده وماشيه في طريق، بس حاسه ان انا مش بوصل بقالي كتير يعني. فكون ان انا عرفت اقسمها واشوف انا هعمل ايه دلوقتي واعمل ايه بعدين. وانا ليه عاوزه اعمل الهدف ده، هل هو ده اللي هيفيدني حاليا ولا ممكن يتاخر كمان شويه. زودت فعلا الانتاجيه بتاعتي. وقللت ان انا اقعد افكر اعمل دي ولا هعمل دي يعني. شويه قللت فكره ان مزاجنا اللي يتحكم فينا يعني. اتعلمت ان انا اقدر احط سيستم يناسبني، آه، يزود الانتاجيه بتاعتي وما يزهقنيش واقدر اغير فيها على حسب الظروف بتاعتي. لان كان عندي مشكله تانية ان انا يعني بتنقل من مكان لمكان، فحاسه الموضوع ده ما كانش مساعدني، بس ان انا قدرت احط سيستم واقدر اتابع كل يوم واعرف ايه المشاكل اللي بتقابلني واعدلها بعد كده. فهو الموضوع نفع معايا كتير. تاني حاجة بقى اللي ما كنتش عارفة خالص، اللي هي فكرة التركيز عموما. يعني التركيز ده بالنسبة لي قبل كده لو كان حصل مثلا نص ساعة في اليوم كانت حاجة احتفال كده، ما كنتش بكمل شغل في أي حاجة باقي اليوم. دلوقتي لأ. فعلا ما كنتش عارفة إن أنا دلوقتي محتاجة أقعد ومحتاجة أركز وهعمل واحد اتنين تلاتة عشان أوصل للنقطة دي وأشتغل على التاسك ده. بس الموضوع ده ما كانش عندي، بس الحمد لله يعني الأسبوعين اللي فاتوا دول مع عملت الخطوات اللي احنا مشينا عليها، قدرت اخلص حاجة كبيرة جدا في 10 ايام تقريبا. وحاسة ان حياتي متوازنة. وكنت بخلي مثلا يوم الجمعة اجازة ما اعملش حاجة. وكنت فعلا بقعد خلاص انا مركزة، اللي حواليا كمان بدأوا يحسوا ان انا مركزة فالديستراكشنز قلت. ما بقتش قاعدة طول الوقت متضايقة ان الوقت بيضيع وانا مش بعمل حاجة او متوترة عاوزة اقوم اشتغل والوقت مش مناسب. يعني ريحت نفسي وريحت اللي حواليا. تاني حاجة بقى فكرة الثقة، إن أنا يبقى عندي ثقة في نفسي، إن أنا يعني أو بقى عندي معلومات كافية أو عارفة المعلومات الصح اللي هتقدر تخليني أحقق حاجة معينة. آم، فكرة بقى فعلا إن تقسيم اليوم أو إن إحنا كمان مش طول اليوم إحنا بمود واحد يعني. إن إحنا خلاص إحنا بنحدد بلوكات نشتغل عليها. والبلوكات التانية بقى لأي حاجة بقى اللي هي بقية اليوم بتاعنا. يعني أنا كنت فاكرة برضو الموضوع الهدف ده كأن هي حاجة عاملة زي حرب كده ولازم هي شغل الشغل طول الوقت، وده ما كانش بيحصل. بس لا، مع تقسيم اليوم بجد يعني حتى اللي حواليا حسوا بالفرق، ان انا مش مركزه في حاجه واحده، مش ما بعملش حاجه. لا، بقيت انا كمان حاسه ان انا طبيعيه اكتر يعني. واكتر حاجه اكتشفتها ان انا فعلا كنت اكبر عائق لنفسي. آه، فانا قدرت اتعامل مع الموضوع ده بشكل اكبر وعرفت حاجات كتير عن نفسي انا ما كنتش عارفه ان هي كانت مشاكل عندي وانا ما كنتش واخده بالي. فطبعا شكرا لحضرتك جدا يعني. ربنا يجزي حضرتك كل